السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع. معكم السلطان الشارجان، كنرحب بكم وكنطلع لكم من قناة الدرع المغربي، قناة اللي هي قناتكم وقناة الجميع، جميع المغاربة المدافعين عن الوطن. إذا أهلا وسهلا بالجميع. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتكلموا على وثيقة للمخابرات الإسبانية اللي دارت واحد الزوبعة هناك في عند الإسبان، وصل الصدى ديالها إلى مناطق أبعد منها المغرب بطبيعة الحال. هنا غادي نقلا على الصحيفة ديال الصحيفة اللي هي جريدة مغربية موثوقة إلى حد كبير، اللي خدات بدورها هاد الأقوال عن طريق واحد الصحيفة اللي هي إسبانيا الكونفيدنسيال. المهم، وثيقة للمخابرات الإسبانية. المغرب كتقول بأن المغرب هو اللي طالب بإقالة وزيرة الخارجية السابقة اللي كنعرفوها كانت سبب رئيس في الأزمة ما بين المغرب وما بين إسبانيا، اللي هي غونزاليس لايا، أرونشا غونزاليس لايا، اللي كنعرفوها كاملين هذيك القرعة. وشفنا حتى السفيرة المغربية اللي كانت بمدريد، واللي كنحيوها من هذا المنبر وكنقولوا عليها انها لبوءة. الا قلنا ان هناك اسود في الدبلوماسية المغربية، فكنقولوا بان السيدة كريمة بنيعيش هي لبوءة مغربية تزأر بالاراضي الاسبانية دفاعا على الوطن. كنا كنتذكروا هذه الازمة اللي زادت الحدة ديالها إلى وصلت إلى حد القطيعة بين الإسبان وبين المغرب، وكان السبب الرئيس بطبيعة الحال هو الزيارة اللي قام بها متخفي بن بطوش. بن بطوش الاسم ديالو القبلي هو إبراهيم غالي، زعيم ديال مرتزقة البوليزاريو، واللي مشى متخفيا للعلاج إلى مدريد، وتفجرات هاد القضية وكانت سبب رئيس في الأزمة بين إسبانيا وبين المغرب. مهم، رجوعا إلى ما أفصح عنه حاليا في الكونغرس الإسباني، كانت جلسة مساءلة طويلة لبيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية. كانت الأسئلة تتوالى عليه من طرف أحزاب اللي هي نقدروا نسميوها معادية للمملكة المغربية، لأن كنعرفوا أن من رجعت العلاقات بين إسبانيا وبين المغرب رجعت القوة أكثر وارتباط أكثر، وهذا الشيء غيزعج العديد من أعداء الوحدة الترابية اللي ما باغينش هذا التقارب الإسباني المغربي، خاصة ملي كنتكلموا على الجيران السوء، وكنتكلموا حتى على أحزاب اللي هي أوروبية، بينهم أحزاب فرنسية وحتى داخل إسبانيا. المهم أن من بين الأسئلة خرجت هذه القضية ديال أن المغرب دار اجتماع، دائما نقلا على الكونفيدنسيال الإسبانية. المغرب دار اجتماع بالرباط نهار 2 يوليوز 2021. شكون اللي حضر في هذا الاجتماع؟ حضر فيه اجتماع سري ريكاردو اللي هو سفير ديال مدريد بالرباط، وكانت فيه السيدة كريمة بنيعيش سفيرة ديال المغرب بمدريد، وكان اشخاص من الديوان او مستشارين للملك، الديوان الملكي، وكان سري للغاية. المغرب اشترط ان باش تكون هناك حلحلة للأزمة، أول شيء خص إسبانيا ديرها أو مدريد ديرها هي الإطاحة بهاد وزيرة الخارجية اللي هي غونزاليس لايا، اللي كانت قبل من الباريس اللي كاين حاليا. فبيدرو سانشيز كيوافق بعد 8 الأيام، أي بعد أسبوع تيتم الموافقة لحلحلة هذه القضية. هنا تياخدوا هاد المعارضين، احزاب معارضه ديال رئيس الحكومه، وكيبداو يتهموه بان بيدرو سانشيز اما ان المغرب او الرباط ضاغط عليه هو كشخص لاشياء ربما فيها ابتزاز. سيد ما جاوبهمش على هذا الشيء. حنا تنعرفوا ان القصر في اسبانيا موافق على ما قام به بيدرو سانشيز،
على عودة العلاقات وحتى الموقف ديالهم تجاه الصحراء المغربية. بل أكثر من هذا، أن رئيس الحكومة بالأمس، رئيس الحكومة الإسبانية، كيجدد تأييد الحكم الذاتي المغربي لإنهاء هذا النزاع المفتعل. وهذا الشيء بطبيعة الحال ما غيعجبش شي وحدين اللي كيتغداو على هذه الأزمة من الداخل الإسباني وحتى اللي كيمولوهم من الخارج. تكلمنا على نجدوا السلطة والطبقة، العسكر ديال المرادية، وتنتكلموا حتى على فرنسا، لأن فرنسا كتشوف من المستفيد من هاد الأزمة. كاينه فرنسا ما كتبغيش واحد التكتل اللي يكون قريب منها يكون قوي، خاصة ملي كتعتبر فرنسا أن المغرب وإسبانيا منافسين مباشرين، لأن المغرب بصفته منافس في الغرب الإفريقي أو داخل إفريقيا عامة لفرنسا، وكتشوف في إسبانيا منافس داخل الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى كنشوفوا الأزمة اللي أصبحت بين الجزائر وإسبانيا مباشرة بعد فك هذه الأزمة وحلحلة الأزمة اللي كانت بين إسبانيا وبين المغرب، كتنتقل الأزمة إلى الجزائر مع إسبانيا، وهادشي ماشي في الصالح ديالهم. وهنا علاش كيدفعوا إلى الداخل الإسباني وكيحاولوا أنهم اتهام والضغط على بيدرو سانشيز، وخاصة لما تنعرفوا أن العلاقات تطورت حاليا بين إسبانيا وبين المغرب على عدة مستويات. الربط القاري اللي مشاو فيه جديا، أيضا ملي كنتكلموا على المشروع الربط القاري أيضا بين ديال الغاز وانبوب الغاز اللي أصبح شي حاجة واقعية. ملي تنتكلموا على الاستثمارات الكبرى الإسبانية داخل المغرب، ملي تنتكلموا أيضا في الشق الرياضي واللي هو استثماري أيضا، ما غاديش ننساو أن الملف ديال 2030 المغرب والبرتغال وإسبانيا والسيد فوزي القجع كان في مدريد لتباحث هذا الأمر. وهذا كله يزعج الأعداء ديال المملكتين، المملكة المغربية ولا المملكة الإسبانية. إذن هذه محاولة الضغط على بيدرو سانشيز بهذا الشيء أو بهذه الكيفية، فأعتقد هي فقط لمحاولة ما يخليوش ديك الصيرورة ديال العلاقات باش تمشي في الطريق السريع، لأن مشات دابا في الطريق السريع. بيدرو سانشيز اش كيقول؟ تيقول احنا ماشي احنا الاولين، هناك دول وازنة أخرى اعترفت بمغربية الصحراء. وهنا يشير مباشرة ولو ما ذكرش بالاسم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للاعتراف ديال ترامب كان فارقا وبه اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الأعداء ديال الوحدة الترابية كانوا يقولون أنه اعتراف تغريدة، وأن الرئيس المقبل أو القيادة الأمريكية المقبلة ستغير كل هذه الأشياء. وما شناش، بل هذه التغريدة أصبحت واقعا مسجلا في السجل الفيدرالي الأمريكي. من بعدها جاء بايدن ومشى بواحد الوتيرة أكثر، لما تنشوفوا أن في قطاع أو مجال الأسلحة لم يكن أحد يعتقد أن هذه المتانة في العلاقات تتطور بهذا الشيء بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المغرب، ليصبح المغرب قائدا في المنطقة ورائدا على مجال الأسلحة المتطورة اللي ما كتعطيهاش الولايات المتحدة الأمريكية لأي كان، خاصة إذا ما كان الشريك خارج من حلف الناتو. بل هناك دول في حلف الناتو، دول اللي هي كبيرة ما خداتش بعض الأسلحة المتطورة، لما نتكلم على ألمانيا مثلا وحتى إسبانيا بعينها. إذن أمور اللي هي خلات أنهم يتحركوا هادو اللي ما باغينش هاد العلاقات الثنائية، خاصة هاد الاستفاقة ديال المغرب ما بغاوهاش لأنها كتشكل خطر على المصالح ديالهم. فمثلا الداخل الجزائري كنشوفوه كيفاش على صفيح ساخن مشاكل بالجملة، فمن كيحاولوا الكبرانات أنهم يروجوا إلى أن المغرب وإسرائيل يحاولون العبث بالداخل الجزائري، فهي فقط لتوجيه الرأي العام الداخلي وإبعاده عن المشاكل الحقيقية والرمي به في الخارج بالخارج. ودائما هذا الربط كنشوفوه الآن. العلاقات جيدة بين إسبانيا وبين المغرب، يحاولون تعكير صفو هذه العلاقات. واش غادي ينجحوا ولا ما غينجحوش؟ بطبيعة الحال المغرب
فاطن لكل هاد الدسائس اللي كتقوم بها فرنسا رأس الحرباء، وكتقوم بها العميلة ديالها الجزائر أو الكبرانات كيقوموا بها على مرأى ومسمع الجميع. ولكن المغرب كيف ما قلت فهو فاطن وعارف اشنو تيدير. اذا في الاخير نتمنى ان هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. تحياتي للجميع والاخوان، نتمنى اللي مازال ما انخرطش في هذه القناه اللي هي قناتكم فيها اخوان واخوات، عفوا كاين الاخوات ولكن باقين ما انضموش الى الحلقات، ولكن غادي تكون كبيره ان شاء الله، وغيكونوا فيها العديد من الناس اللي تتعرفوهم اللي هما مؤثرين حقيقيين اللي كتعرفوهم. نتمنى انكم تدعموهم وتدعموا القناه اللي غيكون فيها استضافه لشخصيات اللي هي معروفه في عده مجالات. اذا الى لقاء قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله.